السلام عليكم احنا متابعين. هنعمل النهارده احلى بتنجان بالدقه، بس خلوا صحصحوا معانا. طبعا انا مسكت البتنجان شطفته وغسلته وحطيت ميه، سبقتكم بقى في الخطوه دي عشان ما اكلش من الفيديو كتير ما تزهقوش. وهبتدي بقى اسلق البتنجان ده سلقه ونعمل له احلى دقه واحلى خلطه معانا. طبعا منه احلى من المطاعم كمان. تابعوا معانا. بس الاول تغسليه وتشطفيه تحت الحنفيه شطفا جيدا وتسلقيه بالعرش بتاعه كده زي ما انت شايفه، وترميه بقى لحد ما يتسلق، وهنعمل احلى بتنجان بالدقه. يلا. زي ما انتم شايفين البتنجان مستمر اهو في السلق وخلاص هيبتدي يطرى، وهنخش بقى على الدقه والخلطه بتاعتنا اللذيذه. يلا نشوف الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه. احلى خلطه في الدنيا. الله الله الله، انا سبقتكم عشان ما اخدش منهم من وقت كتير. بشرت الجزر بشر ناعم جدا، فلفل حامي حسب الرغبه، اللي عايز يحط فلفل بارد مفيش مشكله، بحط فلفل سبايسي. طماطم نصها معصوره على نصها مضروبه على مقطعه. وعندنا الثوم. طبعا بقى هنبتدي نعصر الليمون، وعندنا الكزبره والخل. هنشوف هنعمل ايه تاني. هبتدي زي ما انتم شايفين كده اعصر الليمون. تمام، واحده واحده كده، 3 ليمونات 4 ليمونات، لحد ما نشوف هنعمل احلى خلطه لاحلى بتنجان مخلل احلى من المطاعم كمان. والقشر ما ترميهوش، احتفظي بيه. القشر ده ليه فوائد كتير قوي، هقول لك في فيديو كمان القشر ده بتستعمليه في ايه. المهم هنعصر كده زي ما انتم شايفين الليمون كده، بدانا نعصره كده معانا، وهنبتدي ننزل لبقيه المكونات. عندنا بقى المكونات هنحط ايه؟ ملح وكمون. طبعا احنا هنملح 3 معالق ملح، معلقتين حسب بقى بتحبيه حادق او دلع. ملح وكمون، وعندك معلقه كزبره. تمام، مش هنحط شطه بقى حر لان احنا حاطين الفلفل الحامي ده حامي جدا، فمش هنحتاج شطه. حابه تحميه ولعيه ومفيش مشكله. هنحط بقى شويه خل كمان زي ما انتم شايفين، وهنضرب الله. انا عايزه اقول لكم الريحه مش ممكن. طبعا هبتدي اقلب المكونات كده مع بعضيها عشان اعمل احلى خلطه بتنجان، احلى من المطاعم كمان. يعني انت تعمليها في البيت اجمل من المطاعم. قلبي كده زي فلفل حامي. وابتدي بقى ايه، حابه تحطي نعناع جاف مفيش مشكله، حابه تحطي خضره مفيش مشكله. انا هكتفي بالخلطه دي كده وتمام قوي 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 كده. وايه، ونملح بقى البتنجان بتاعنا بعد ما يتسلق. بدأنا بقى خلاص البتنجان اتسلق معانا، بنشيل القمع بتاعه كده بالراحه. على فكره ليه بسلقه بالقمع؟ علشان البتنجان ما يشربش ميه. ابتدي بقى زي ما شايفين كده بالراحه، واشيل ايه القمع بتاعه. يا رب تكونوا شايفين كده تمام. وابتدي ايه واحده واحده اتفتحت مني مش مشكله، انا بسلقها. بنشيل القمع بتاعه، وبعد كده هنفتحه ساندوتش، وبعد كده نحشيه بالخلطه الرهيبه. واحده واحده بقى كده زي ما انتم شايفين اهو. بتنجان ده ايه، بفتح القمع بتاعه، وبعد كده ايه نبتدي نروح شقينه. خلاص بقى كده قطعت البتنجان ساندوتش زي ما انتم شايفين. اروح مدياله شقه كده من النص بسم الله، وابتدي بقى الخلطه الرهيبه بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ريحه الخلطه ملهاش حل. وابتدي بقى احشي تمام واحده واحده معايا كده زي ما انتم شايفين، بس عشان ما اطولش عليكم اهو نشقه كده بالراحه. ونبتدي نحشي البتنجان بتاعنا، احلى بتنجان بالدقه. اخلص كل الحشو وبعد كده ايه اديكوا شفتوا زي ما انتم شايفين كده البتنجان اهو بالدقه. والدقه اللي فاضت دي ممكن تشيلها للسمك، ممكن تشيلها دقه تانيه برضه تحوشيها. يلا لو عجبك الفيديو سبسكرايب وافعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لا تنسوا الصلاه على رسول الله، لا تنسوا الدعاء، ولا تنسوا الصلاه على رسول الله، لايك وكومنت بالحب عشان يوصل لكم فيديوهات كتير. السلام عليكم.